فيديو النهارده فيديو اتطلب مني من حوالي 3 أو 4 شهور، وهو فيديو للداون تاون. وهنا انا ببدا الفيديو من قدام الداون تاون، من قدام مسجد مصر، وهو يعتبر اكبر مسجد في العالم او ثالث اكبر مسجد في العالم بعد الحرمين الشريفين. ورانا على طول هنلاقي الداون تاون بكل المباني الرهيبه اللي انا شايفها، واللي هنحاول نقرب منها وناخد راوند 360 درجه حواليها. خليكم عارفين المكان ده هينتقل فيه كل الخدمات اللي المواطنين هيبداوا يستخدموها، واللي اوريدي بالفعل دلوقتي الحي الحكومي ورا الداون تاون، وده اللي بدا يتنقل فيه كل المصالح الحكوميه خلاص، وكل المعاملات وكل الوزارات وكل كل حاجه بقت حوالين بعضها. فاحنا هناخد جوله سريعه في الداون تاون، تشوفوا العظمه اللي مصر بتعملها. يلا بينا نبدا على طول الجوله للداون تاون، يلا بينا. مساء الفل عليكم، معاكم عمر خالد. فيديو النهارده فيديو اتطلب مني من حوالي 3 أو 4 شهور، وهو فيديو للداون تاون بتاع العاصمه الاداريه. وكنا خدنا جوله سريعه في العاصمه المره اللي فاتت، وقبلها خدنا جوله مطوله في العاصمه. اللي حابب يرجع للفيديو الاساسي للعاصمه الاداريه، وهو فيديو بياخدك من اول العاصمه الاداريه لحد اخر نقطه في العاصمه الاداريه بكل احيائها. وهنا انا ببدا الفيديو من قدام الداون تاون، من قدام مسجد مصر. كنا قبل كده في بعض الفيديوهات اتكلمنا عليه، وبنحاول ان احنا نصور جوه المسجد، ولكن الموضوع مش سهل قوي، ولكن بنحاول نصور عشان تشوفوا المساحه يعني الرهيبه بتاعت مسجد مصر. مسجد مصر او المساحه كلها المبني عليها حوالي 68 فدان، وهو يعتبر اكبر مسجد في العالم او ثالث اكبر مسجد في العالم بعد الحرمين الشريفين. ويعني دي حاجه طفره مصر عاملاها طبعا في العاصمه الاداريه. وان شاء الله نحاول نصور من جوه مسجد مصر. وورانا على طول هنلاقي الداون تاون بكل المباني الرهيبه اللي انا شايفها، واللي هنحاول نقرب منها وناخد راوند 360 درجه حواليها. وعايز اشبه لكم الداون تاون او مصر هنا بتعمل ايه في الداون تاون. زمان او لحد دلوقتي انت لما بتعوز تشتري اي حاجه او تعمل اي مصلحه حكوميه، بعيدا طبعا المصالح الحكوميه خلاص اتنقلت في العاصمه الاداريه، ولكن ايه المكان اللي بتتوجه فيه؟ هو وسط البلد وعند ميدان التحرير، وكل المباني الاداريه هناك، وكل المصالح الحكوميه، وكل المعاملات الحكوميه. وهتلاقي في مسميات لكل شارع، بعيدا عن في شوارع كتير عشوائيه وشوارع كتير زحمه وتكدس مش طبيعي وكثافه مش طبيعيه، اذا كان في شوارع للذهب بقى ولا الادوات الكهربائيه او للشركات الالكترونيات، والحاجات دي كلها هتتنقل هنا في الداون تاون. ولكن زي ما انتم شايفين كلها مباني كبيره جدا، وادوار بتوصل ل 40 دور و50 دور، وهنشوف ابراج بدات ان هي بتتقفل. خليكم عارفين المكان ده هينتقل فيه كل الخدمات اللي المواطنين هيبداوا يستخدموها، واللي اوريدي بالفعل دلوقتي الحي الحكومي ورا الداون تاون، وده اللي بدا يتنقل فيه كل المصالح الحكوميه خلاص، وكل المعاملات وكل الوزارات وكل كل حاجه بقت حوالين بعضها. حرفيا ممكن تتمشى وسط الكلام ده كله بين الحي الحكومي والداون تاون وكل المصالح اللي تقدر تعملها. فاحنا هناخد جوله سريعه في الداون تاون، تشوفوا العظمه اللي مصر بتعملها. الفيديو ده هيبقى مفيد جدا لاي حد اشترى قبل كده في الداون تاون. في ناس اشترت هنا من 3 سنين و4 سنين و5 سنين. المكان اللي بيشتري فيه هنا محتاج تصبر عليه شويه، محتاج تعرف ان استثمارك هنا هو استثمار على اللونج تيرم، ولكن العاصمه بتجري والمطورين بيجروا والانشاءات انا شايفها بتتطور بطريقه مش طبيعيه شهر على شهر. فالفيديو ده يطمن اي حد اشترى قبل كده في الداون تاون او اللي مقبل على الشراء في الداون تاون، واللي حابب يسال على اي حاجه، اي شركه، اي تفاصيل اوراق، اي حاجه، زي ما معودكم يبعت على رقم الواتساب اللي بيتثبت في اول كومنت او في وصف الفيديو. مش عايز اطول عليكم، يلا بينا نبدا على طول الجوله للداون تاون، يلا بينا. طيب دلوقتي هنبدا الجوله النهارده في منطقه الداون تاون زي ما اتفقنا، وهنتكلم عن بعض المواصفات للداون تاون وشرح سريع للداون تاون، واحنا بنتفرج عليها على ارض الواقع، واحنا بنتمشى بيها على ارض الواقع. وانا معودكم على كده، لما بحب اشرح مكان بحب اصوره وانا بتحرك فيه على ارض الواقع، عشان ما يكونش الكلام كله بس على الخريطه وما تشوفش بعينك الصوره كامله. احنا دلوقتي بنتحرك من جانب الداون تاون، وهنبدا نشرح المناطق جوه الداون تاون، مساحتها قد ايه، ادوارها ايه القيمه بتاعتها، الداون تاون ده عباره عن ايه. فهنتكلم عن واحده من اهم المناطق الاستثماريه في العاصمه الاداريه، وهي منطقه الداون تاون. المنطقه دي اللي بتعتبر القلب التجاري والاداري والسياحي للعاصمه. سواء بقى انت كنت مستثمر بتدور لسه على يونت تشتريها، او تستثمر في العاصمه او في الداون تاون بالتحديد، او في ابراج السياحيه في الداون تاون، او في المولات اللي في الداون تاون، لازم تبقى فاهم ايه هي الداون تاون دي اصلا. اي حد هتساله ايه الداون تاون يقول لك زي وسط البلد اللي في القاهره بينقلوها في العاصمه فتلم بقى كل الخدمات وبتاع. لكن الموضوع اكبر من كده بكتير، الموضوع محتاج تفاصيل كتير، وتكون فاهم قيمه المكان ده عامله ازاي النهارده. فسواء كنت بتستثمر او انت استثمرت قبل كده في الداون تاون، لانها مطروحه من بدري طبعا كبيع،
وعايز تشوف الانشاءات النهارده وصلت لفين والمكان وصل لفين، الابراج السياحيه وصلت لفين زي ما احنا شايفين دلوقتي. انا سايب لكم الصوره كامله تبقى قدامكم علشان تبقوا شايفين الابراج وصلت لفين والانشاءات وصلت لفين، وازاي شركات عدت خطوات كبيره جدا جدا ومراحل كتيره جدا في قصه الانشاءات. فالفيديو ده هيبقى مهم جدا ليك تشوف التخطيط بتاع الداون تاون كله ومساحاتها وعدد القطع وعدد الادوار والقيمه والاهميه بتاعتها، وليه اصلا عملوا في العاصمه مكان اسمه الداون تاون ومقسمينه بالتحديد وحاطين فيه المناطق دي كلها. فتابع الفيديو للنهايه هتعرف تفاصيل كتير. لو مش عامل اشتراك في القناه اشترك واعمل لايك للفيديو وسيب كومنت بالمنطقه اللي انت عايزها بعد كده او سؤالك بالتحديد على الداون تاون. ممكن تكتب في الكومنتس تحت الفيديو او رقم الواتساب اللي بيتثبت في اول الكومنت او في وصف الفيديو، ممكن تدوس عليه تخش على الواتساب دايركت عندي على طول تسالني على اي حاجه تخص الداون تاون، اذا كنت شاري قبل كده ولا بتفكر تشتري او عايز تسال على شركات وثبت اعمال شركات او الورق او العقود او التوكيلات او ايا كان. طيب نبدا باول حاجه وموقع الداون تاون. الداون تاون موجود في قلب العاصمه الاداريه جنب اهم المناطق الحيويه في العاصمه. هتلاقي من على الشمال الجزء اللي في الشمال هتلاقي حي المال والاعمال والحي الحكومي والقصر الرئاسي اللي بالفعل الحي الحكومي شغال والقصر الرئاسي كذلك، ومبنى البرلمان واكبر سريه علم في العالم وساحه الشعب. طيب من الجنوب هتلاقي محور محمد بن زايد الشمالي والنهر الاخضر. المنطقه الغربيه هنلاقي فندق الماسة ومركز المؤتمرات الدولي، والعناصر دي كلها بتخلي الداون تاون، كل اللي احنا قلناه ده بيخلي الداون تاون من اقوى المواقع في العاصمه الاداريه. طيب ليه الداون تاون اتعمل او ايه اهميته؟ الميزه الحقيقيه للداون تاون ان هي مش مجرد منطقه تجاريه بس، في مناطق تجاريه كتير وبنسمع عن مناطق تجاريه كتير، بس هي مش زي اي منطقه تجاريه موجوده، مش زي المناطق الموجوده في التجمع او بالتحديد كمان حتى في العاصمه. لكن المنطقه دي جمعت بين النشاط التجاري والاداري والطبي والفندقي والسياحي وبقوا كلهم في مكان واحد، وده معناه ان هيبقى في حركه مستمره طول اليوم في المكان ده، هيبقى فيه ترافيك عالي في المكان ده. طبعا انا كل الكلام ده بتكلم مستقبلا، كل المشاريع اللي كانت بتتبني زمان لو ناخد بالنا في التسعين الجنوبي والشمالي مثلا لو ناخده كمثال، ولكن انا عامه مش هقارن التسعيني والجنوبي بمنطقه يعني مميزه زي دي ومنطقه هيتعمل فيها ناطحات سحاب زي دي، وده اللي احنا شايفينه قدامنا النهارده. شايفين البرج اللي بيتبني قدامنا او اللي خلاص اتبنى يعني بيتقفل دلوقتي، تقريبا ده حوالي ارضي و50 دور او 55 دور. ففي حاجات يعني وان اوف وان مفيش زيها، في حاجات مفيش زيها تاني، مش هنعرف نقارنها بحاجه تانية لان هي مفيش زيها. وده على فكره بيكون افضل فرصه استثماريه انك تشتري في حاجه مفيش زيها كتير او مفيش زيها اصلا. نرجع لموضوعنا، ان المكان ده هيكون فيه حركه مستمره طول اليوم زي بقى الموظفين والعملاء والسكان والناس الزوار والسياح، وده اهم عنصر عامه بيدور عليه اي مستثمر. يعني اي حد بيستثمر بيدور على المكان اللي يوفر له الترافيك العالي ده. طيب نيجي نقول ايه الحاجات المحيطه بالداون تاون دي؟ الحاجات اللي بتنجح المنطقه التجاريه، اللي هو مين الناس اللي ساكنه قدامها ومين الناس اللي ساكنه جنبها، بزياده ان في مزارات كتير، فهو مش بس هيعتمد على السكان القريبين منها ولكن هيعتمد على كل الزيارات كمان اللي بتجيله من الخارج. ولما نعرف ايه اللي بيتعمل في المكان ده هنعرف ان هيبقى عليه ترافيك مش طبيعي. لكن مبدئيا هي محاطه باماكن سكنيه عارفينها وصورناها قبل كده زي حي مثلا منطقه المستثمرين وحي السفارات والار 7 والار 8 وعدد كبير من الاحياء السكنيه، مش دول بس، يعني في احياء سكنيه كلها قريبه منها زي مثلا الار 3 تبعد عنها حاجه بسيطه جدا. فده اماكن من الاماكن اللي ساكنه النهارده في العاصمه، وده معناه ان المنطقه دي مش هتعتمد بس على موظفين لكن كمان على سكان. يعني زي ما هي برضو مش بتعتمد على السكان بتعتمد على الموظفين والعكس صحيح. برضو عشان تبقوا عارفين احنا ماشيين جنب منطقه التنزه والتسوق اللي هنذكرها بالتحديد بعد شويه وهنشرحها وهنتكلم على اللوكيشن بتاعها بالظبط بتاع التنزه والتسوق ومعمول فيها ايه بالظبط. طيب لو جينا بصينا على الخريطه بتاعه الداون تاون هتلاقي بدايه الخريطه فوق الداتا سنتر، ودي اول منطقه متخصصه داخل الداون تاون وبتعتبر العقل الرقمي للعاصمه. دي مسؤوله عن مركز بيانات وخدمات تكنولوجيه مختلفه بقى، وبيخليها ده اهم مناطق استراتيجيه في العاصمه. طيب الداتا سنتر دي انا هقول لكم كل حاجه بالارقام عشان اللي يتفرج على الفيديو ده يبقى طلع منه وهو عارف الداون تاون بالظبط بكل تفاصيلها. الداتا سنتر 28 فدان عباره عن 26 قطعه ارض متقسمه لايه بقى؟ ارضي و8 ادوار، المباني ارضي و8 ادوار. خلينا نقول برضو معلومه مهمه في الاول، الداون تاون كلها حوالي 1364 فدان ودي مساحه طبعا كبيره. طيب نيجي لتاني حاجه وهي شركات التكنولوجيا والكمبيوتر. دي بعدها على طول بقى هنلاقي شركات الكمبيوتر والتكنولوجيا المعلومات، دي متخصصه للشركات التكنولوجيه وشركات برمجه والاتصالات، ودي مع الوقت هتكون واحده من اهم مناطق الاعمال الحديثه في العاصمه.
مع دخول الاي اي طبعا والتطور اللي احنا بنشوفه، فهو مجمع كل الشركات دي في مكان واحد. شركات الكمبيوتر الارض المخصصه ليها هي 22 فدان بارضي و8 ادوار كارتفاعات. طبعا هنقعد نعلى لحد ما نطلع للابراج السياحيه بره. طيب بعد كده هنلاقي منطقه شركات التامين. منطقه شركات التامين الميزه فيها ان هي قريبه جدا من محور الوزارات ومنطقه الوزارات ومنطقه الخط المونوريل بالتحديد والحي الحكومي وحي المال والاعمال. طبعا ده هيديها قيمه تشغيليه واستثماريه كبيره جدا. دي تقريبا حوالي 16 فدان بعدد 22 قطعه ارض بارتفاع ارضي و8 ادوار. واحده بقى من اكبر الاماكن المتخصصه في الداون تاون، ودي اتخصصت للشركات الطبيه وشركات الادويه، يبقى مجمعين كلهم في مكان واحد، ومراكز الخدمات الصحيه باختلاف انواعها. يعني شركات الادويه دي عباره عن 37 فدان باجمالي 45 قطعه ارض بارتفاعات ارضي و15 دور. طبعا دي مساحه كبيره وتجميعه كبيره جدا لشركات الادويه. طيب نيجي لحاجه تانية وهي اللي بعدها، هنوصل لمنطقه شركات البترول والطاقه. لو هتاخدوا بالكم كل حاجه متحدده، كل حاجه معمول حسابها، كل نشاط متجمع في مكان، بيتلاشوا كل الاخطاء اللي حصلت قبل كده في التاسيس والتخطيط، ان كل حاجه في حته، وده هنشوفه في اماكن كتير. شركات البترول والطاقه منطقه متخصصه للشركات العام يعني اللي بتشتغل في مجال الطاقه والبترول وكل الخدمات اللي هتكون مرتبطه بيها، ودي بتكون 54 فدان باجمالي 47 قطعه ارض بارضي و8 ادوار. طيب نيجي لمنطقه التنزه والتسوق اللي كنا اتكلمنا فيها من شويه وصورناها واحنا ماشيين. دي من اشهر مناطق الداون تاون عامه. متخصصه لايه؟ دي منطقه المولات التجاريه والانشطه الترفيهيه، ودي اقرب حاجه لفندق الماسا، ودي هتلاقي الارتفاعات فيها ارضي و5 ادوار وكلها غالبتها يعني تجاري باجمالي 35 فدان. اهم بقى المعالم التجاريه في الداون تاون وهو حي الذهب اللي موجود في الداون تاون. ده تخصص بالكامل لتجاره الذهب، هيكون سوق متخصص للذهب في العاصمه الاداريه. وده بنشوفه في بعض الاماكن الموجوده في القاهره القديمه او في القاهره عامه، ان في شوارع معينه للذهب بس برضه متناثره بالمكان، اماكن واماكن، فمجمعينها في حته واحده متخصصه ل المحلات بتاعه الذهب. ودي مش ارتفاعها مش كبير قوي، دي هتكون ارضي ودورين، هيكون ارضي ودورين. هنيجي بعد كده بعده على طول هنلاقي حي التراث والفنون. ده حي بقى سياحي وثقافي، ده بيضم بازارات وانشطه تراثيه طبعا وفنيه مختلفه، ويعني ده بيعكس الهويه المصريه داخل العاصمه الاداريه. طيب الحي التراث ده 17 فدان باجمالي حوالي 23 قطعه ارض. نيجي بقى من يعني انا شايفه من اكبر المعالم الموجوده في العاصمه كلها، وده اللي انا دخلته بنفسي يعني وجربت الصلاه فيه ما شاء الله، وهو مسجد مصر. مسجد مصر مبني او يعني المساحه بتاعته 68 فدان، وده اكبر مسجد في العالم بعد الحرمين الشريفين، يعني ثالث اكبر مسجد في العالم. وده يعني بيضم حاجات كتير جدا، غير ان هو مسجد بيضم قاعات مناسبات ومركز ثقافي اسلامي وخدمات كتير قوي. وده هنلاقيه على طول جنب ساحه الشعب واكبر ساريه في العالم، ساريه العالم المصري، وهو اكبر ساريه في العالم يعني. طيب هننتقل بعد كده للحي الاداري، ودي من المناطق الاستثماريه في الداون تاون، وهو الحي الاداري متخصصه للمكاتب الاداريه والشركات ومراكز طبعا مختلفه للاداري. وده اداري فقط، عباره عن 16 قطعه ارض ارتفاعها ارضي و8. طيب هنيجي للحاجه اللي بعدها وهنلاقي حي الازياء والموضه، وده طبعا هيبدا يجذب البراندات المصريه والعالميه، وهيحول المكان ده لمركز رئيسي للشوبينج والتسوق، مكان الازياء والموضه. وده تقريبا حوالي 40 فدان باجمالي 24 قطعه ارض. هنيجي نشوف المنطقه اللي في النص اللي هي خلف الابراج السياحيه، دي مشروعات القطاع الخاص اللي هي شركات التطوير العقاري بتطرح فيها مشروعاتها بعد كل الشرح اللي احنا قلناه ده. فدي الشركات التطوير العقاري الخاصه بتطرح فيها مشروعاتها اللي بنسمعها النهارده كتير في الداون تاون، هي خلف الابراج الصينيه. ومشروعات القطاع الخاص هنلاقي اغلب المولات التجاريه والاداريه والطبيه والفندقيه اللي بتنفذها طبعا زي ما قلنا شركات التطوير العقاري بمختلف انواعها يعني. وده مخلي اغلب المشروعات المشهوره طبعا في العاصمه هنلاقيها في الداون تاون، لكن بتختلف ارتفاعاتها. تقريبا بنتكلم هتلاقي كل المولات يعني هناك ارضي واول، وبعد كده الباقي اداري او ايا كان بقى اداري او فندقي. تلاقي تبدا من عند شركات الكمبيوتر كده الارتفاعات اللي هي اقرب حته لشركات الكمبيوتر، الارتفاعات تبدا من ارضي و8، بعد كده ارضي و10، بعد كده ارضي و12، بعد كده كل ما بنقرب للابراج السياحيه اللي بره على الطريق بنزود شويه الايه الادوار لحد ما نوصل عند ارضي و14 دور. طيب نيجي لاهم جزء في الداون تاون، وده اللي فيه الابراج السياحيه اللي احنا كنا عدينا عليها من اول الفيديو، شفنا
الناطحات اللي موجوده والمشروعات اللي بدات تخلص. دي فيها او خلينا نقول مساحتها 136 فدان، ودي منطقه ضخمه جدا بتضم 41 برج سياحي. بيبدا من اليمين، يبدا الارتفاعات تزيد من اقل نقطه ارضي و24 دور الى اعلى نقطه في المنتصف ارضي و56 دور. ده بيبص دايركت على طول على بن زايد الشمالي والنهر الاخضر. وطبعا زي ما احنا شايفين في السنترال بارك اللي في النص، الحديقه المركزيه ضم طبعا مساحات خضراء ومناطق ترفيهيه، وده طبعا بيزود القيمه بتاعه المشاريع اللي بتبص على السنترال بارك. لو تاخدوا بالكم هتلاقي في اسعار اعلى شويه للحاجات اللي بتبص على السنترال بارك. حاجه من الحاجات المميزه برضو وجود المونوريل، شبكه طرق قويه طبعا حوالين الداون تاون، سواء بقى عندك المونوريل او محمد بن زايد او محور الوزارات او الطرق الداخليه اللي جوه اصلا الداون تاون. ده بيديها قيمه كبيره جدا وبيسهل الوصول لكل المناطق في الداون تاون. يعني انا حبيت الفيديو ده يكون فيه معلومات اكتر عن ما تشوفوا الدنيا من ارض الواقع، ولكن برضو وانتوا شايفين الدنيا على ارض الواقع تشوفوا معلومات من ارض الواقع، تشوفوا المباني اللي احنا بنتكلم عليها. ومسجد مصر زي ما احنا شايفين، بصوا المساحه مهوله لمسجد مصر. احنا ان شاء الله يعني انا بقالي حبه بحاول ان انا اصور جوه ليكم واوريكم مسجد مصر عامل ازاي من جوه، ولكن ده مش حاجه سهله قوي ان احنا نقدر نصور جوه يعني. فان شاء الله باذن الله قريب نقدر ناخد بيرميشن ان احنا نصور جوه مسجد مصر مع حد يشرح لنا التفاصيل كلها. واتمنى تكونوا جمعتوا التفاصيل او المعلومات المهمه في الداون تاون، اللي انا من رايي اي حد بيشتري في الداون تاون او مقبل على الشراء او اشترى خلاص لازم يكون عارف المعلومات دي، عشان ده هيرفلكت في الاخر ان هو يعرف قيمه المكان ده هتبقى عامله ازاي مع الوقت. في النهايه انا يعني بحاول اوصل لكم الصوره كامله من العاصمه الاداريه ايا كان المكان ايه. طلب مني الداون تاون بقالها فتره، فحبيت ان انا اصور لكم المكان على الواقع واقول لكم كل التفاصيل جوه الداون تاون والمشروعات كلها. ان شاء الله هنتكلم في حاجات اكتر من كده بكتير. هنحاول نخش جوه الداون تاون في اماكن ما حدش بيعرف يوصل لها جوه الداون تاون، واوريكم الصوره كامله. اللي عنده اي استفسار اي سؤال تخص العاصمه الاداريه او بره العاصمه الاداريه زي ما معودكم اسالني على طول. اللي عنده اي اقتراح او فيديوز او اماكن عايز يشوفها من على الطبيعه يبعت لي وانا ارد عليه ان شاء الله، اذا كان في كومنت على الفيديو او رقم الواتساب اللي بيتثبت في وصف الفيديو او في اول كومنت. اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو اللي جاي بمكان جديد بواقع جديد ان شاء الله.